اهلا وسهلا بيكم اعزائي مشاهدين ومتابعين قناتنا اليوم. النهارده معادنا مع فيديو جديد. حضراتكم طبعا اكيد عارفين الاهانة اللي وجهها مرتضى منصور للبابا تودروس من فترة، والدنيا قامت وما قعدتش، وناس كتير اتكلمت وناس كتير علقت على ان اللي حصل ده غير مقبول بالمرة، وان البابا تودروس رمز ديني كبير في هذه البلد. يعني من الاخر ما ينفعش البابا تودروس حد يكلمه كلمة او يقول له حاجة لأكتر من سبب. اولهم لانه هو بابا للمسيحيين كلهم، لانه هو رمز وطني كبير جدا في هذه البلد، لانه هو كان حط روحه وروح كل شعبه على ايده في وقت السيسي لما كان بيقول بيان 3/7، وكان عارف البابا اللي هيحصل بعدها. حتى البابا نفسه قال لمجرد ظهور البابا يوم 3/7 في البيان ده كان سبب أساسي يخلي الكنايس كلها تروح في كارثة كبيرة بسبب ظهوري في هذا البيان. ولكن البابا ساعتها بقى قال جملته المشهورة: وطن بلا كنائس أفضل من كنائس بلا وطن، المهم عندنا الوطن وبس. مرتضى منصور لما حس ان الدنيا قامت عليه وهاجت بدأ يجر ناعم. اصل ما كانش قصدي، اصل الكلمة يعني فلتت مني، دي كانت زلة لسان، دي كانت مش عارف ايه، وبدأ يقول كلام، اي كلام، يعني فعلا اي كلام. والموضوع من هنا استفز الناس اكتر. وانت طالع بدل ما تقول انا اسف طالع تتفلسف وطالع تبرر لنفسك، الكلام ده غير مقبول. بعدها بكم يوم طلع قال انا هعتذر للبابا وارجو ان هو يقبل اعتذاري، وانا والموضوع بدأ يتقفل على ان مرتضى هيعتذر للبابا تودروس والموضوع هينتهي لحد هنا. للأسف مرتضى منصور ما اعتذرش ولا حاجة ولا عمل اي حاجة، بل بالعكس خربها اكتر. خربها ازاي مرتضى منصور قال ان هو هيعتذر للبابا، خلاص تمام، وهو المفروض يعتذر. كانت في ناس بتتكلم معاه بس مش في نفس اللقاء ده، بعدها فبيقولوا له هتعتذر للبابا تودروس وعشان الدنيا تهدى وكده. فقال يعني جملة كانت صعبة جدا. الكلام ده على فكرة احنا ما شفناهوش فيديو، ولكن احنا قريناه على السوشيال ميديا. يعني الكلام اللي قاله مرتضى منصور ده كان على السوشيال ميديا، يعني الكلام ده مش على مسؤوليتنا خالص، احنا شفناه على السوشيال ميديا وقلنا نعرضه على حضراتكم. كان رد مرتضى منصور لما قالوا له اعتذر للبابا، قال انا مش هعتذر لحد انا ما غلطتش فيه. فقالوا لا انت غلطت فيه لما انت قلت له لم عيالك احسن لك واحسن لهم. فقال له وبقولها تاني، بتقولها تاني؟ هو انت بتعتذر ولا جاي تجر ناعم ولا جاي تعمل مشكلة ولا جاي تغلط تاني في البابا تودروس؟ محتاجين اجابة. ان كنت انت مفكر ان انت هتيجي علشان تهين البابا مرة تانية، فالكلام ده مش مقبول بالمرة، وما كانش مقبول في اول مرة، وبالتالي مش مقبول في تاني مرة، لان اهانة قداسة البابا من اهانة كل المصريين، مش بس كل المسيحيين، لا كل المصريين. وعشان كده الناس هاجت عليه تاني، الناس هاجت على مرتضى منصور تاني. اللي فعلا طلع بقى واتكلم على مرتضى منصور وعلى اللي هو بيعمله كان اسلام البحيري. اسلام البحيري طلع واتكلم على الموضوع ده، كان برضو في بوست كده قرناه على السوشيال ميديا، كان بيرد على مرتضى منصور بيقول له قلنا لك قبل كده وهنرجع نقول لك تاني ان جزمة البابا تودروس برقبة كتير قوي من امثالك. البابا تودروس ما بيلعبش معاك، ولا البابا تودروس صاحبك على القهوة.
وفعلا قاله نفس الكلام اللي قاله له قبل كده. قال له انا قلتها لك وبقولها لك تاني، انت ما ينفعش معاك غير سما المصري اللي حرفيا كانت بتخليك ما تنامش. انت ما كنتش عارف تاخد ولا تدي معاها، لان هي واحدة مقطعة بطاقتها ومش فارق معاها حاجة. لكن انت جاي للبابا تودروس اللي الراجل يعني ده ما بيحلفوش يا اخي، ما بيكذبوش. جاي له واحد يعني ما بيغلطش في حد وتغلط انت فيه. ان كان هو مش هيرد عليك، ففي 100 مليون واحد يردوا عليك بداله. مش بس كده، اتكلم معاه اسلام البحيري وقال كل التقدير للبابا تودروس رمز الوطنية، ومش عايز اقول كل ايه ليك يلي ما سبتش حد في حاله، ما سبتش ما شتمتهاش، وكنت تقعد تقول سيديهاتك وامك وابوك واللي جابوك، وكلام لا يصح ولا يليق بواحد كان بيشغل المناصب اللي انت شغلتها. حتى مش بس مناصبك السياسية، حتى مناصبك الرياضية. انت كنت رئيس لنادي من اكبر نوادي البلد، وكنت حتى وانت رئيس لهذا النادي كنت بتشتم في النوادي التانية وتغلط فيهم، وكأن هذا الموضوع عادة فيك وعمرك ما تبطلها، وكأن هذا الموضوع خلاص انت بقى يجري في دمك ومش قادر تبطله. كل الموضوع بقى إهانة وشتيمة وسيديهات. عايز اكمل باقي كلامي واقول ان كل اللي احنا بنشوفه النهاردة من مرتضى منصور ما هو الا انسان عايز ياخد اللقطة والترند بس. هو تقريبا بعد ما ساب الزمالك خلاص ما بقاش شايف في حياته حاجة غير ان هو يشتم في الناس علشان ياخد ترند، يفضل ترند، يفضل على طول هو حديث الساعة. الحق ده مرتضى منصور شتم البابا، الحق ده مرتضى منصور هيعتذر للبابا، الحق ده مرتضى منصور شتم البابا تاني. طول بقى السنة على كده، ده شتم فلان، ده شتم علان، ده شتم. والموضوع حتى مش بيجيلك على ان انت عملت حاجة كويسة، ده بيجيلك على ان انت شتمت ده واهنت ده. ودي حاجة صعبة جدا محدش يستحملها ولا يقبلها. عشان كده عايز اسألك سؤال، انت يعني ازاي كده؟ انت هل انت شايف اللي انت بتعمله طبيعي؟ هل انت شايف ان اهانتك للناس دي حاجة عادية؟ هل انت شايف ان انت اهانتك للبابا تودروس حاجة سهلة؟ هل انت شايف ان انت بمنتهى البساطة تطلع تقول له انا اسف تعدي كده؟ طب ما تيجي اشتمك انا النهارده انا كمان وامسح بيك الارض انت وكل اولادك وبيتك واسرتك وفي الاخر انا اسف. هل هتقبل حاجه زي دي؟ لا طبعا. ده انت هتشتم وهتعمل انت فاهم انت بتعمل ايه يعني. ولكن اللي انت بتعمله ده يعني ما يخلش على ناس كتير، وناس كتير ما تقبلوش، بل بالعكس لو عملته معاهم يعني هتشوف فعلا منهم ما لا يرضيك. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكوا كل فيديوهاتنا الجديدة.